وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة الله عز وجل عليك حدث بها، ولكن في حدود المعقول، لأنه كل ذي نعمة محسوب. فأحيانا الإنسان يتكلم بنيته محدثا على نعمة الله عز وجل أو محدثا بنعمة الله عز وجل عليه، فيقع في أناس حساد، يقع في أناس يتمنون زوال النعم من الناس، يتمنى أن تزول نعمة الله عز وجل التي أنعمها على ذلك المنعم عليه بشيء في قلبه. يحسدك حتى في صحتك وعافيتك، يحسدك حتى في تقربك من الله عز وجل، يحسدك في قراءتك للقرآن، يحسدك في لذلك إذا وجدت أخا لك قد غاب أو مرض أو شيء من هذا القبيل فاسأل عنه وتفقده، فإن الحسد هذا يأتي من ورائه العين وتأتي من ورائه الإصابة. أن الإنسان إذا يحسد الإنسان ويضرب بالعين كما نقول إحنا، والله يأتيه كثير من الناس من أنسي القرآن. جماعة الخير، إمام من أئمة الحرم المدني أعرفه شخصيا، الشيخ محمد أيوب، كان من أحفظ الناس للقرآن، وكان إذا قرأ القرآن في المحراب لا يقع وما يسقطش وما يغلطش. فأما الناس في المدينة النبوية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في قباء، ثم في أحد المساجد، ثم لم يظهر فترة معينة من الفترات، فبحث الناس عنه إلى أن وصلوا إلى بيته وسألوا أقرب الناس منه، فقالوا لهم بأنه قد أصيب بعين وأنسي القرآن. القرآن مشابه يا جماعة الخير، راح ولا لا يتذكر من القرآن شيئا. فما تخلعوش لما ساعة على ساعة نصلي بكم وتروح لي الآية باينة بلي واحد فيكم ما أعطاني بعين. ما تتخلعوش ساعة على ساعة تروح لي آية سهلة باينة بلي كاين واحد شقفني، خطره واحد برا قال لي وش عندك هنا؟ قلت له ما عندي والو، قول الله يبارك. فلذلك الإنسان لابد عليه إذا وجد شيئا يعجبه أو يثلج صدره أن يبرك، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. فحتى الأطفال الصغار هذه أحيانا الإنسان هو يضرب أولاده بالعين، يضرب أولاده بعين لأنه ما يبركش عليهم، ما يقولش ما شاء الله تبارك الله. حتى أنه نسمع أو قبل أيام مسكين وجاب الباك، خرج مع صاحبه في السيارة وتقلبت بهم طوموبيل مات، لها عين أصابته. فالإنسان لابد عليه أن يتقي الله عز وجل، وإذا حدث عن نعم الله عز وجل عليه يحدثها من يحب، يعني اللي على باله بلي لما تحكي له يفرح. حتى المنام جماعة الخير، المنام الرؤيا لما تشوف، حتى أنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم في منامك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرونه في منامهم. حتى تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في منامك ما تحكيها إلا لمن تحب. لذلك يعقوب عليه السلام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يكيدوا لك خاوته من باباه ويماه، أقرب الناس إليك يقدر يحسدك ويقدر يظلمك بالعين دياله وبالحسد دياله. فلذلك الإنسان لا بد عليه أن يتعظ، حتى أنه لما بعثهم ليبحثوا عن يوسف وش قال؟ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. حتى ساعات تشوف خاوة 4 الله يبارك ولا 5 كامل مع بعض
انتم كاع خاوه في بعضكم. يقولش من بالله يبقى خدوها من ذاك يصبح واحد فيهم في السبيط. حتى الانسان مع اولاده فيقولوا انت شحال عندك 10 اولاد. كيفاش درت انت باش جبت هاد الاولاد؟ وقتاش جبتهم؟ وقتاش ربيتهم؟ وقتاش كبرت؟ يا اخي اتق الله، واش راح لك انت؟ خدم في لي زامبو، دير له ضرائب على الدراري. فلذلك الانسان لابد عليه، لا نقول نحن ان يخاف من العين، ولكن ان يحصن نفسه، وان يجعل بينه وبين هذه او هؤلاء اللي يعينوا العائلين هؤلاء حصنا حصينا.